ناس كتير بتسأل عن التقويم، عايزة تعرف يتكلف كام وفعلا هيفرق في الشكل ولا لأ. أظن الصور اللي قدامنا واضحة جدا إن هو بيعمل فرق كبير جدا جدا. النهاردة إن شاء الله معانا دكتور مصطفى وهو هيعرفنا كل التفاصيل عن التقويم، مدته وإمتى يتعمل وبكام وكل حاجة. خليكم معايا، هنروح مع بعض العيادة دلوقتي ونتكلم مع دكتور مصطفى هيعرفنا كل حاجة بأمر الله. التقويم بيبدأ من سن قد إيه؟ بيقعد فترة قد إيه؟ والفلوس دي أهم حاجة لأن الناس بتسأل عليها جدا جدا. طيب بتدفع إزاي؟ هو التقويم على حسب الحالة، يعني في حالات بنحتاج إن احنا نتدخل فيها من سن 8 سنين أو 9 سنين، وفي حالات بنستنى لحد ما السن الدايمة تطلع كلها، يعني مثلا 12 سنة 13 سنة، فهي على حسب الحالة. بس يفضل طبعا أي حد من الأهالي يعني يجيب ابنه عند دكتور التقويم من أول 8 9 سنين، بحيث إنه لو عنده حاجة من الحاجات اللي هي بنتدخل فيها بدري نعرف نلحقه. لو ما عندوش خلاص احنا بنقول له نستنى لحد ما يوصل لحد ما يكبر شويه. بالنسبه للتكلفه طبعا هي بتبقى على حسب الحالات، يعني مش كل الحالات بتبقى زي بعضها، بس طبعا هو كده كده بيتعمل بالقسط، يعني زي ما التقويم بياخد مده من سنه ونص لسنتين. أيوه مجربين. فهو بيتعمل بالقسط، فما يعني الناس ما بتحسش بيه يعني. التكلفه بتاعته هو هنا بيبتدي من اول 15000. على حسب الحاله بقى، بعد ما نشوف الاشعاعات ونشوف الحاله وبتاع فبنقرر التكلفه الكليه بتبقى قد ايه. أنا مجربة صراحة والدكتور ممتاز جدا 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 عن تجربة، مش بطلع أي حد بتاع فيه. شكرا حضرتك جدا. ربنا يخليك، اتشرفت بيك. هنزل لكم إن شاء الله البيج بتاعت الدكتور والعنوان والتليفون، واللي عايز بقى أي حاجة يتابع مع الدكتور.